الأستاذ العمري ينبه إلى مسألة خطيرة جدا. ماتت وهي ما دايراش الحجاب من بعد ما فاتت هذيك 15 عام ديال البلوغ، دارت 15 عام ونص توفات، تموت وتبعث على اعتبار أنها كانت مفرطة في حجابها وعليها الوزر ديال ترك الحجاب من 15 حتى 15 ونص. كايناش حاجه سميتها سن المراهقه ونجيلهم وماشي مشكل، وملي كنتي قدهم اش كنتي كدير، ما كنناقش انا ملي كنتي قدهم، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. واش لك كومباريزون مع واحد اخر، انت كومباريزون مع الشرع. كثيرة هي المرات اللي عاينت فيها حالات ديال بنات بالغات ويريدن ارتداء الحجاب وعزة جلال الله، إلا السبب هو الأب والسبب هي الأم، في حالات كثيرة ولا أبالغ وعزة جلال الله، وتنحلف وتنعاود يكون السبب الأب والسبب الأم، وهذا من أعجب ما أنت رائن، يجعلك تشملك الغرابة ويسيطر عليك العجب. أشنو هو أسماء أماني الرجل الحر والمرأة الحرة والإنسان المسلم والإنسان المسلم؟ أسماء أماني ماشي يخلي وليداته صالحين، تكون ذرية صالحة من وراه، ولما لا تكون ذرية مصلحة حتى إذا مات ومشى لقى الله سبحانه وتعالى لم ينقطع عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث، منها وولد صالح يدعو له. الولد كتشمل الولد والبنت، يعني المولود يخلي بنية صالحة تدعي ليه. مني كتجي بنتك اقتنعت تريد ارتداء الحجاب وما فرضه عليها إنسان بالمرة، لم يكرهها إنسان، إلا أنها استمعت لأحد الأساتذة أو الدكاترة أو المشايخ أو شي عالمة ولا شي دكتورة ولا كذا، فبلغتها كلام ربها سبحانه وتعالى وكلام نبيها صلى الله عليه وسلم وشرحات لها. داكشي اللي ما داروش الأب داروا داك الشيء، داكشي اللي ما دارتوش الأم دارتو ديك الدكتورة ولا الأستاذة. من اقتنعت البنت وشرح الله عز وجل صدرها، لما تمنع؟ أنا عندما أجلس بيني وبين نفسي أتأمل هذه المسألة أحس بالدوار وعزة جلال الله، لا أحس تجيني الدوخة. لماذا تمنع؟ والأقبح من ذلك والأشنع هو أنها تمنع مع السب والشتم. أقسم بالله وربي شاهد تسمع وتشوف، مع السب والشتم والاستهزاء والتحقير من شأن ديك البنية. راه ما تنهضروش على بنية قاصر بمفهوم الشرعي، يعني غير بالغة، لا، إنسانة بالغة صافي مفهوم أن المفروض صافي العداد الكونتور ديال الحسنات والسيئات خدم عندها، من المفروض الكونتور ديال الأحكام الشرعية اللي هي الواجبات والمستحبات والمكروهات وكذا، ديك الأمور الخمسة خدمات عندها، وبالتالي صار يجب عليها كل ما يجب على المسلمة العاقلة البالغة الكذا، الشروط المعروفة. يعني إنسانة اللي بلغات وإنسانة اللي كبرات وخدم لها الكونتور العداد، من المفروض أنت الفرح ما يقدكش، تكاد أن تطير من الفرح من تشوف بنيتك تريد أن تدخل في درب الصالحات، من تشوف بنيتك باغا تستاقم وباغا تستر نفسها. من أعجب ما أنت رائن أن ترى والدا يمنع. وبطبيعة الحال أنا كنهضر على هذه الحالة لأن تركز عليها لأنها كثيرة جدا جدا، وكتلقى لدوك البنات منهارات ومساكن عايشين الأمرين وكيسبوا لهم والديهم عقد نفسية وكلاكع كبيرة ما تتبانش للآباء، غتبان لي منا لقدام. والله الذي لا رب سواه، وانا ما عرفتش علاش تنحلف وتنعاود في هذا الفيديو، الا بزاف ديال الحالات اراها كنبقى غير تنسايس واجمل نظر البنت لوالدها، اجمله قدر ما استطيع. واحيانا سمعتها وديتها في ودني: استاذ راه متفقش معاك في هذا الكلام، متفقاش معاك استاذ، هذه كتبغي تخرج شي حاجه، انا كنحاول ما امكن نطول الكلام. فلما تمنع؟ حتى لا يطول الفيديو، لما تمنع؟ بالعكس خويا واختي، انا وياك غاديين، نحن نستدبر وابناؤنا يستقبلون، نحن نستدبر الحياه، صافي تنديروها ورانا غاديين، قربنا للقبر، ما عرفنا شكون السابق، ونطلب الله تعالى يطول عمرنا في طاعه الله سبحانه وتعالى. غتخلي وليداتك من وراك، غتسول انت وغتسولي انت على ديك البنيه. نهار جات باغيه دير الحجاب وافتتحت معاك الموضوع: ابي راه باغي نلبس، ولا بابا راه بغيت ندير الحجاب، جيب لي عبايه وخمار وجيب لي كذا، ماما ديري لي، ومنعتيها. اقسم بالله الا دونت قد سجلت لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لاهٍ تلعب. دونات: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ملك رقيب يراقب وعتيد مستعد لكتابة الأعمال، فقد كتب الملك ما قلت. من المنع ومن الاستهزاء من السخرية والتسيير والأسباب تكون واهية،
باقيه صغيره، رغم انها الدريه راه بلغات، كيشوف باقي صغيره من المنظور الاخر، المنظور ديال توصل 18، وهذه عجيبه، ما منين جايبينها؟ والله العظيم لما عرف منين جايبينها نهائيا فيما يتعلق بالاخذ بالاحكام الشرعيه من صلاه وحجاب وبقيه الفرائض وبقيه الواجبات، ما مرتبطاش ب 18 سنه نهائيا، مرتبطه بالبلوغ الشرعي، بالمفهوم الشرعي. سيري تتكبري، تتكملي قرايتك، تتزوجي، تديري، وكتحط لها عباره عن فقاعات. ديك الفقاعات عقلتو ديك اللعيبه ديال التين، عباره عن فقاعات طالعه، هذيك الفقاعات كتكثر حتى كتولي مضبر الرؤيه، مغطيه لديك البنت الرؤيه، وكتولي لها عباره عن عوائق في الاصل ديالها انها وهميه، عوائق وهميه ليست حقيقيه وتوضع امامها. بينما قرايتها الحجاب ما غيمنعهاش منها، خدمتها الحجاب ما غيمنعهاش منها الا كتب لها الله سبحانه وتعالى ذلك، واذا كان ذلك واجبا في حقها او حتى مستحبا او حتى مباحا في حقها، وقد يكون مكروها وقد يكون محرما في بعض الحالات، لكن على حساب كل وحده، على حساب كل حاله. داكشي اللي مكتوب لها الله سبحانه وتعالى جاي، سواء قرايه، سواء خدمه، سواء زواج، سواء دار، سواء سياره، سواء ممتلكات، سواء شركه، سواء كذا، شغل هذاك غادي ديرو. الحجاب لا يتعارض مع الحياه، لا يتعارض مع الدراسه، لا يتعارض مع العمل، لا يتعارض مع اي خير جاي. ثم هي تريد ارضاء ربها سبحانه وتعالى بحجابها، ودنياها بيد ربها عز وجل، إذا إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، فلما تمنع؟ يعني كنرجعو كنلقاو التصورات مغلوطة عند الآباء وعند الأمهات. إلا مكتب لها الله سبحانه وتعالى تزوج غادي تزوج، إلا مكتب لها الله سبحانه وتعالى دير وليدات غادي دير ليهم، مكتب لها تكمل قرايتها غادي تكمل، بحجاب ولا بدون حجاب، الأمور مسطرة صافي. رفعت الأقلام وجفت الصحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وغنبغي نختم أنا بالحديث عن الفئة الثانية وأخرتها للاعتناء بها، الله يجازيهم بخير والله يرحمهم الوالدين. الفئة الثانية هي التي تشجع أبناء بناتها على ارتداء الحجاب، على العفة، على الطهارة، وما كنقصدوش أن غير اللواتي لم يرتدين الحجاب بعد راه لسن عفيفات ولسن طاهرات، حاشا لله. غير التدين كما هو معلوم راه درجات، التدين التفاعل مع الدين عبارة عن درجات، فهذه كتفوتهم بالحجاب. اللي دارت الحجاب فات بواحد الدرجة، اللي كتصدق أكثر فاتت بهذيك الدرجة، اللي كتصلي أكثر، اللي محافظة على النوافل أكثر، اللي كتصوم أكثر، اللي كذا، فعبارة عن درجات. كنهضروا حنا دابا على درجات الحجاب. هؤلاء الذين يشجعون بناتهم على الحجاب الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين والله يكثر من أمثالكم. حاولوا ما أمكن ما تبقاش التصور الصحيح عندك حبيس نفسك، لا بلغوا لغيرك، بدءا من خوتك وخواتاتك، من العائله الصغرى في العائله الكبرى، وانت غادي كتمتد. وصل لعباد الله عز وجل، فرب مبلغ او عام سامع، وصل ليه وبين لي بان الحجاب لا يمنع ابنته من خير قط، لا ديني ولا دنيوي، بل بالعكس يزيدها عزه ورفعه وصيانه وبركه وتيسيرا وجمالا وقبولا عند الله عز وجل وعند الخلق. سبحان الله. تذكرت الآن إنسانة جاءتني وهي الدمع يفيض من عينيها، بحال الأنهار ديال الدموع، تتبكي على الجد وباقي عاقل عليها. الإنسان ماشي داير الحجاب، إنما لابسة جلابة كحلة وواحد زيف كحل كما تيديروا مجموعة من المغربيات. جاءت وهي تبكي، فنظرت أنا كنقول لك ما كاين باس ما كذا، فإذا بنتها معها. أول ما استقبلتني به تتقول أستاذ والله لا أنا ما كنسواش، والله أستاذ أنا إلا ما كنسواش. قلت ما كاين باس، قالت لك بنتي رباتني، بنتي أحسن مني، أنا كنقول لها أجي ومشات عاودت هاد القصة، باغية تشري لها حوايج. البنت تريد عباية وخمارا، يعني تريد ارتداء الحجاب. أمها كانت تتفرض عليها السروال مسير كذا بداك المنظر الكوكتيل اللي نتوما عارفينه. فالأم جارة لتيكسيها كتقول لي أنا باغي نشري لها، وهي كتقول لي لا، وخاصة أنه ديك الساعة العيد ديال رمضان، يعني العيد الفطر، قبيل عيد الفطر ونحن لازلنا في رمضان، وباغية تكسيها مبكرا. فالبنت فين مشات والأم فين مشات، كانت سببا هذه إلى عودة الأم، لا أدري الآن بحالها، نطلب الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياها، كانت سببا إلى عودة الأم. قالت لي ها انت عوض نمشي ندير، وليت شريت لها داكشي اللي قالت، وشريت لها مصحف، وشريت لنفسي أنا مصحف، ويلاه وفقت بسبب بنتي رباتني. بنتي عندها العقل عليا وبقات كتهضر هكا ومتأثرة جدا. فكم من بنات كانوا هما البولة اللي مني شعلات في الدار ذهب الظلام وحل النور، ذهبت قلة البركة وحلت البركة.
ذهبت الصراعات والمشاكل والهموم في الدار والمشادة على أتفه الأسباب، حل الهدوء وحل اللين وحل الرفق وحلت البركة والتيسير في الدار بسبب هذيك البنية اللي دارت الحجاب واللي استقمات. ولأن الحجاب راه ماشي عبارة عن قشور كما تيقولوا، رغم أن القشور جيب لي أي لب كيفاش ممكن يعيش بدون قشره؟ ما عمرها تكون. خذ ليمونة، خذ تفاحة، خذ لافوكا، خذ أي حاجة، خذ حتى المصاصة وفانيدة وخا داكشي اللي أنا ننصح به، وريني واش ممكن يعيش اللب بدون قشر. فالقشر له دور بالغ جدا في حفظ اللب. هذا لو سلمنا جدلا أن الحجاب قشر وحاشاه، بل هو شعار، بل هو رمز يحمل خلفه ومعه حمولة معرفية وقيمية وإيمانية، وله حمولة دلالية عميقة جدا تدل على أنه شعيرة من شعائر الله عز وجل. وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح بناتنا للحجاب، أن يشرح صدور بناتنا للحجاب، وأن يوفقنا وإياكم لتطبيق ما يريد ربنا عز وجل في إسلامه عقيدة وشريعة ومنهاجا. ونسأل الله أن يجمعنا في الجنة. كما تنقول ديما وصلنا لهذا المطاف، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.